في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اتعادلنا ماتش بره الارض، ماتش في بداية موسم. الناس كلها طالعة عمالة تخبط في ريال مدريد، ومبابي مش متناغم مع فينيسيوس ومع رودريجو، وخط الهجوم مش عارف ايه، وخط الوسط في ايه؟ في ايه ده ماتش تعادل عادي خالص. احنا لسه في اول الموسم، طبيعي لو مفيش تناغم بين خط الهجوم، ده وضع طبيعي. طب ليه ما اتكلمتوش كده ساعة ماتش اتلانتا؟ ما احنا لسه كاسبين اتلانتا 2-0 وعملنا ماتش عالمي. فعادي يا جماعة، ما نزيدش، احنا لسه في اول الموسم. لكن الحقيقي اللي انا شايفه ان في فعلا في خط دفاع ريال مدريد مشاكل، سواء من ماريتاو او من روديجر او حتى من كارفاخال، والاخ اللطيف الله يبارك له فيرلاند بيندي اللي اتطرد طرد ملهوش اي 30 لازمه. اللي حابب اقوله ان اتمنى ان ريال مدريد ما يستمرش بالاداء ده في الماتشات الصغيره. يعني ريال مدريد في الماتشات الكبيره بيعمل اداء عالمي جدا، انما في الماتشات الصغيره ما تمناش الاداء يبقى بالطريقه اللي شفتها امبارح. عادي جدا جمهور مدريد، نهدى. الدوري بتاعنا، دوري الابطال بتاعنا، البطولات كلها اللي جايه اصلا بتاعتنا، احنا هننيم اوروبا مش من المغرب بين العصر. فنهدى كده وما نتوترش، ده ماتش عادي خالص، ماتش لسه في اول الدوري. احنا لسه بنقول يا هادي، مش معنى ان برشلونه كسب واحنا تعادلنا خلاص الدنيا باظت. صباح الفل. الدوري بتاعنا والبطولات كلها اللي جايه بتاعتنا، اطمن خالص، وهلا مدريد.